آخر أيام الشعراوي. اتوفى يوم الأربعاء 17/6/1998 عن عمر 87 سنة. قبل الوفاة ب18 يوم انقطع عن الأكل خالص، ولما بنته تجيب له أكل يقول لها يا بنتي أنا لسه واكل، تجيب له فاكهة يقول لها يا بنتي أنا لسه واكل. وبعد أسبوع انقطع عن الشرب، كان ساعات ينام فجأة بالساعات ما يتحركش، فيصحوه عشان قلقه يصحى مخضوض. فابنه قال ما تصحوهوش، ولو عايزين تطمنوا عليه اقروا جنبه قرآن، ولو غلطتوا هتلاقيه بيصحح لكم. وفعلا حصل كده. ويوم الحد قبل الوفاة ب3 أيام ابنه عبد الرحيم كان قاعد في الشقة اللي فوق، فلقى بنته جاية تقوله ان الشيخ سألها ابوها فين، قالت له فوق. قال لها قولي لابوك يجهز العربية. قالت له حاضر. فقال لها هو النهاردة كام؟ قالت له 14. فعد على ايده 14 15 16 ياه 17. لا قوليله جهز العربية بسرعة. جت تمشي قال لها النهاردة ايه في الايام؟ قالت له الحد. قال لها الحد، الاتنين، التلات. لا قوليله يا بنتي بسرعة. فابنه عبد الرحيم لما حكت له كده اتصل بواحد اسمه عبد الرحمن في بلدهم متغمر، قال له جهز المقبرة اللي اتفقنا عليها. بعدها ابنه نزل لقاه قاعد على السرير ومنزل رجله وبيقول له ها قلت لعبد الرحمن؟ قال له اه يا مولانا. قال له برافو عليك فهمتني يا ولد. فقال الحمد لله. يوم التلات قبل الوفاة بيوم الساعة 12 بالليل الشعراوي قال لابنه أنا عايز استحمى، فدخلوه وقال لهم أنا عايز ليفة خشنة وتدعكوا جسمي جامد وهاتولي لبس جديد خالص وجلابية بيضة جديدة. ولما خرج قال لحفيدته اعملي لي ضوافري بقى وسويهم. وقال لابنه وانت ظبط لي دقني بقى. فابنه بيهزر معاه وبيقول له هتعمل فيها عريس ولا ايه؟ قال له ايوه صح كده انا عريس. الساعة 3 الفجر فجأة قال لولاده واحفاده اطلعوا برا وسيبوني شوية مع ربنا. فالرجالة طلعوا الشقة اللي فوق والبنات قعدوا في البيت اللي تحت. يوم الأربع الساعة 6:30 الصبح يوم الوفاة، فجأة ابنه عبد الرحيم صحي من النوم وخرج، لقى الرجالة هما كمان صحي ونزلوا البيت تحت. لقى أخته بتعيط، قال لها في ايه اللي حصل؟ قالت له لا مفيش، ده لسه شاتمني. جيت افتح الأكرة ما فتحتش، فزقيت الباب لقيته فتح وزعقلي. فابنه خد أخته ودخل للشيخ الأوضة، لقاه برضو قاعد على سريره ومنزل رجليه. فبيقول له ايه بتزعق لفاطمة ليه؟ قال لها سيبك منها، احنا قاعدين في الحضرة ودي داخلة علينا وهي مش شايفاهم، ممكن تدوس حد فيهم. فخفت عليها وزعقت لها وشتمتها. الشيخ لم رجليه طلعها على السرير وقال الله الله، وبص فوق وقال اهلا وسهلا يا سيدي ابراهيم، اهلا ستي زينب، اهلا سيدنا الحسين. قال اسامي كتير من اسامي الاولياء الصالحين. وفجأة قال الله انا استاهل كل ده ليه كده؟ انا جاي اهو، انا جاي اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله. وتوفى. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. صدق الله العظيم. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة.